بفكر انه ممكن يعدي على مصر. للاسف مصر بتتعرض للارهاب من كل النواحي ومن على كل اشكاله. فلازم طبعا كلنا نبقى ضد الارهاب، وكلنا كل واحد وشغلته، كل واحد ومجاله، كلنا نبقى مركزين ان احنا فعلا نبقى ضد الارهاب، لانه الارهاب ده مستقبل بلدك، وبلدك يعني ابنك يعني احفادك. لو انت سايب لهم دولة مخلخلة مهلهلة يغزوها الارهاب، هيهات ترجع دولة تاني، وهيهات يعيشوا بكرامتهم. حتى انا رسالتي ان احنا الفن المصري واحنا كفنانين مصريين وكمواطنين مصريين بنحارب الارهاب من خلال اعمالنا الدراميه، ولكن في الفتره الاخيره فعلا احنا ما عملناش اعمال دراميه تحارب الارهاب او مواجهه الارهاب. انا عايزه الدوله المصريه تدعم الفن المصري انها ترجع تنتج تاني زي زمان، من خلال بقى وزارة الثقافة أو من خلال مؤسسة مثلا، أو من خلال يعني أنا عايزاه، مش يعني يبقى ده قرار من رئاسة الجمهورية إن الدولة المصرية هتنتج تاني، ترجع تنتج تاني الأعمال السينمائية. إحنا بنطالب الدولة بشكل واضح وصريح تخصيص ميزانية لإنتاج الأعمال الدرامية، للإنتاج السينمائي، زي ما كانت الدولة زمان بتدعم الفن المصري بالإنتاج. فأنا بطالب الدولة المصرية أيضا تدعم الفن المصري بالإنتاج وترجع تنتج تاني زي زمان، علشان نقدر نعمل أعمال فعلا تفيد المجتمع، توعي المجتمع.